باللي عندك في الدار وجدي غوتي بسبوسه غزاله بهاد المكونات غتعجبكم بزاف وتوليو مدمنات عليها. فواحد الاناء غديروا كاس الا ربع ديال السكر، 2 حبات ديال البيض، قبيصه د الملحه. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها جيدا، كنزيد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، كاس ديال الحليب عامر بحراره الغرفه، وسكر بنكهه زهره البرتقاله توفر، لازز ديال العصير ديال البرتقاله، 2 كيسان ديال السميده، كاس ديال الفورس، و2 خمارات ما يعادل 16 غرام. كنخلط المكونات وباش تجيني هشيشه وخفيفه كتزيدوا راس معلقه قبيصه ديال خميره الخبز اللي هي خميره رفيعه بليس 2 في 1 محسن، وخميره كتعطينا واحد التشفيشه البسبوسه ديالنا. كنخلطوا مزيان كلشي ونحطوها في الطاوه اولا في المقله الثقيله وكندخلوها طيب على 180 درجه النار غير من تحت حتى كتبغي تتحمر عاد تعلو الفوق. كناخذوا كاس ديال عصير البرتقال مع 4 المعالق ديال سنيده نطيبوهم باش كيبردوا. السقوه كتكون بارده والبسبوسه سخونه وكنسقيوها وممكن تقدموها غير بحال هكا. انا دهنتها بمعلقه صغيره فقط ديال مربى الكونفيتور مربى المشمش، وغادي نخليها كتبرد مزيان. صراحه ما خليتهاش هنا بردات، راه شحال ما بردات شحال ما السقوه نزلت لتحت مابقاش غير الفوق. فعلا كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. الوصفه ديال البسبوسه اللي فعلا